السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وطلابي في كل مكان. يلا بينا النهاردة هنبدأ بقى نشتغل في الكتاب بتاع الكورس التأسيسي اللي هو بيبدأ من ال A1 لحد B1. وخلي بالك احنا بص مجمعين في كتاب ايه. اول حاجة الكتاب معمول بمساعدة الفريق بتاعنا، كمان مساعدة ال AI. صراحة ال AI دوره قوي جدا، برنامج كلاود دخلناه في الموضوع وعمل معانا شغل عالي جدا وترتب الكلام بطريقه من الاسهل للاصعب واحده واحده عشان يجيب كل مستويات. الطالب الشاطر هتلاقي نفسك بعد شويه بتتحسن بشكل ملحوظ، والضعيف هتاخد بالك من التحسن بتاعك يعني بسرعه جدا. وبنشكر طبعا مستر عمرو اللي هو ساعدنا مساعده كبيره في عمايل الكتاب والشغل دون، وده راجل فوق راسنا يعني. حبيبي جدا يا مستر عمرو، بشكرك اهو. تمام. بص يا مستر بيرفكت ورك بوك، الكتاب ده بيتكون من ايه؟ 36 يونت. اليونت ممكن يبقى صفحتين ثلاثه عباره عن الاسئله الاساسيه في جزء معين. كل يونت هتلاقي مشروح في اوله الجزء اللي احنا عايزين نقوله، وفي اخر اليونت موجود الموديل انسر بتاعه. وانا كده كده هحل معاك كل الكتاب. طيب تاني حاجه لازم تبقى عارفها، الكتاب يحتوي على 1600 سؤال باجابته. دي محتويات الكتاب بتاعنا من جوه. اللون الاخضر دايما هيمثل الاسئله المرتبطه ب A1، اللون الاورنج هيمثل الاسئله بتاعتنا اللي هي A2، اللون البيربل ده هيمثل الاسئله اللي هي ب B1. كل الاسئله على جزئيه الجرامر، الجزئيه بتاعه الفوكابيولري دي موجوده في حاجه تانية في الملازم نفسها، في الثلاث ملازم اللي انت هتستلمها برضو موجوده الPDF بتاعها مع الفيديوز. الاربع فيديوهات اللي جايين كلهم حل على الجزئيه دي. نبدا مع بعض ونستعين بالله وسمي الله كده يا بطل. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان انت عشان تستخدم الكتاب ده موجود الطريقه بتاعت الاستخدام، اللون الاخضر بيعمل ايه، الفكره فين، الاسئله كلها ABC، كلها مالتي تشويز، اسئله من المتعدد، التبس بتاعت حضرتك في الاختيارات. بس عايز حضرتك تبقى واخد بالك ان هدف الكتاب ده هو التدريب على ايه؟ بص يا مستر، هنتدرب انا وانتم على فيرب تو بي اللي هو ام وايز وار، هنتدرب على البروناونس الضمائر، هنتدرب على ذيس وذات، على وان، على زير از وزير ار، على فيرب تو هاف، على البريزنت سمبل، على البريزنت سمبل في النيجاتيف وفي الكويستشن. هنتدرب على كل الايتمز اللي موجوده عند حضرتك دي. في الجزئيه بتاعه اللون الاورنج هنبدا ناخد was aware الباست سمبل، هنبدا ندرس بقى الحاجه اللي موجوده عند حضرتك دي كلها. هندرس well، هندرس البريزنت بيرفكت لحد ما ناخد ميني وماتش، ناخد شود والادفايس. طب عندي برضو في ليفل B1 هندرس البريزنت بيرفكت ايه كونتينوس، هندرس الباست بيرفكت، هندرس قاعده اف كلها. فيديو نازل لقاعده اف بتاعتنا. يبقى لحد كل الكلام ده على فكره هو حذفه من المنهج. اللي انت ما تعرفوش ليه ما بيحطش الحاجات دي في المنهج؟ لان هي اساسيات، دي بيزكس يا شباب، ما ينفعش حد ما يعرفهاش في الانجليش. ما حدش ما يعرفش الكلام ده، فانا وانت لازم نعرف الكلام ده. مش هتلاقيه في المناهج بكثره، لكن انا حاطه لحضرتك هنا عشان تتدرب عليه كويس. طيب ده الجزء الجرامر اللي هنستخدمه. تعال نبدا مع بعض ونشوف البدايه. احنا اول حاجه في الجزء بتاع البيجنر المبتدئين، حضرتك لو انت مستواك اعلى شويه هتراجع على ده بسرعه، ما تزعلش، لكن لازم تفضل معايا. كل الاجزاء اللي جايه دي مهمه جدا جدا. اول حاجه احنا عندنا فيرب تو بي اللي هو ام وايز وار. درسنا ان الاي بتيجي مع الام، والهي والشي والايف بتيجي مع الايز، واليو والوي والزي بتيجي مع الار. ولو ما سمعتش فيديو الشرح اسمعه تاني، شارحين فيديو فيرب تو بي في البريزنت سامبل. الناس اللي بتقول لي هنا في الجزئيه دي بنستخدم ده ازاي، ده عامل زي كراسه المفاهيم، بيبقى مكتوب الشرح بالانجلش use am only with the subject I. بنستخدم الام مع الاي. لازم تتعود على الطريقه دي يا مستر. الطريقه دي اللي موجوده في جرامر نيوز، الطريقه دي اللي موجوده في كل القواميس بتاعت الانجليش، الطريقه دي اللي موجوده في اغلب الحاجات اللي انت هتدرس فيها انجليش. بتاخد بالك من السمبل لانجوج دي لغه بسيطه، ده مش انجليش ضخم، ده لغه بسيطه. بستخدم am only with the subject I. نفس الفكره هنا زي مثلا I am a student. بستخدم is هنا برضو مع الهي والشي والإت، مع السنجلر ناونز الاسماء المفرده زي she is happy. بستخدم are في الكلمات اللي فيها you او we او ها او they.
ده مع الكلمات الجمع عندي زي we are friends. طيب في النيجاتيف بقول بدل الايز تبقى isn't، بدل الام تبقى am not. في السؤال ببدأ بام وإز وار. يلا بينا نستعين بالله ونبدأ الأسئلة من الأول خالص. أول حاجة أنا عايزك دايما تسبق قبلي I space a student. am is are ولا be؟ إجابة صحيحة طبعا، ده سؤال سهل. الآي بتاخد am، ممتاز. طب she space my sister تبقى الإجابة ممتاز جدا، مع الشي تاخد is. طب they space my friends تبقى they تاخد are. في طالب بيقول لي الكلام ده سهل يا حبيبي، واحنا بنتعلم سواقة العربية لازم نقول كل الديتيلز، كل التفاصيل، لازم نعرف كل حاجة. ممكن حضرتك تعمل حادثة عشان غلطة سهلة جدا، مش عايز اي درجة تتفقد، انا عايز السهل ناخده والصعب ناخده، ناخد كل حاجة. هنطلع من المستوى الزيرو لحد ما نبقى ابطال في المادة دي. لازم نحط الفول مارك قدامنا ونبدأ من اول خطوة. طيب عايز بس حضرتك تقول لي الوي تاخد ايه؟ وي يعني نحن. we not happy today تبقى we are. ممتاز قوي. طيب هنا نبص على اللي بعدها he space a good football player. football player يبقى الراجل ده is. طب you space my best friend يبقى you are. ممتاز. it space a nice day يبقى it is. اللي بعدها I space 40 years old يبقى I am. ممتاز جدا. طب تعالى كده خليك معايا، انا هنا بتكلم على my parents space at work يبقى my parents هنا كلمة جمع، الجمع ما ياخدش is، ياخد مين؟ ياخد are. تمام. نمبر 10 the teacher وقلنا ان ذا بتيجي مع الحاجة المفردة. the teacher يعني المدرس عموما ماله in the classroom. يبقى المدرس بيبقى is in the classroom، موجود في الفصل. طيب تعال نكمل مع بعض كده يا دكتور. يبقى we space in the same class احنا في فصل واحد يبقى we are. طب this bag وقلنا ان this أداة من الأدوات اللي بمعنى هذا أو هذه. this bag يعني هذه الشنطة، وقلنا ان mine هو ضمير ملكية يعود علي أنا لما أحب أحط حاجتي، يبقى الشنطة دي بتاعتي تبقى is. برافو عليك. طب you and your brother انت واخوك تبقى ايه؟ يبقى الاجابه بتاعتك برافو عليك تبقى ايه؟ تبقى are. طب my dog space small and brown الكلب ده لونه، بتكلم عن لونه، يبقى هنا ايه؟ يبقى is. طب I space not hungry I am. يبقى حضرتك خلصت اول تدريب معانا. التدريب ده سهل، بيقيس مستوى سهل جدا، ده المستوى الاول. برافو عليك. تعال نكمل الجزئيه اللي بعدها اكسرسايز بي. برضو شي هنا هناخد بقى الجمله. هو بيقول لي ان هي مش بنت عمه، شي از ماي نيبور، دي جاره بس جارته. طب عايزين نقول ان هي جارته يعني هي مش، يبقى انا هنفي، يبقى شي هنا هتيجي مع ايه؟ برافو عليك مع isn't. طب they space at home they are at school هم مش في المنزل، هم في المدرسه. طب هم مش دي بقى aren't، يبقى انا بنفي الجمله. طب I space tired am full of energy انا مش تعبان انا مليان طاقه، يبقى I am not. بس هنا عندي حاجه بقى، اخد دي ولا اخد دي؟ I am not هنا هاخد I am not دي، وهنا اسمها اللغه الفورمال. I am not tired I am not tired بوضح ان انا مش تعبان، مش هختصر في الكلام لسه بقى بوضح ده. طيب اللي بعدها هنا بنستخدم ايه؟ are. ده في الكويستشن في السؤال، انا عايز اكون سؤال والفاعل بتاعنا اسمه يو. طب اليو ده لما اجي اكون سؤال اخد از ولا اخد ار ولا اخد دو؟ قال لي بص بقى، طبعا ممكن تاخد دو مع اليو، بس في حاجه ما فيش فعل تاني، يبقى انا بتكلم عن الفعل بتاعي الاساسي اللي هو كلمه مين؟ ار، لان ما فيش انذر فيرب. طب اللي بعدها هنا يبقى هي يور براذر، يبقى هنا يور براذر ده مفرد يبقى از. تمام. اللي بعدها هنا بيقول لي I late for class، يبقى الإجابة اللي بعدها هنا إيه؟ أنا متأخر على الفصل. فam I يبقى الإجابة هنا هتبقى am I late for class am I late for class. طب is she your teacher هل هي مدرستك؟ yes she is. تمام. طب تعال نبص على اللي بعدها.
are they at home؟ هل هم في المنزل؟ قال لي no they aren't. طب اللي بعدها your parents at the party. هم هنا بيسألك هل هم دول والديك اللي في الحفلة؟ يبقى parents هنا عايدة على والديك، يبقى الإجابة هنا ايه؟ are. طب اللي بعدها this exercise space difficult. يبقى هذا التدريب صعب، يبقى ايه؟ يبقى is. طب my shoes new. الإجابة هنا هتبقى ايه؟ أيوه برافو عليك، تبقى are. هو اعتبر الشوز ده جمع. طب تعالى ناخد اللي بعدها. your favorite subject math. في ناس بتغلط ان الرياضيات يعتبرها جمع، ده اسم لا يعد. قلنا المواد الدراسية تعامل معاملة مفرد، يبقى الجملة هنا هتبقى is. طب we space late for school today. for school today يبقى الإجابة هنا هتبقى ايه؟ جدع جدا، يبقى الإجابة هتبقى aren't. تمام، يبقى we aren't late. طب he space a doctor. he is a teacher. يبقى الإجابة بتاعت حضرتك هنا هتبقى ايه؟ أيوة برافو عليك، هتبقى isn't. طب هنا we late for the film. يبقى الإجابة are we late for the film. كده انت خلصت exercise B. سهلين جدا، ده المستوى اللي هو أعلى سنة، النفي والإيه والquestion. طب تعالى نبص بقى، لو انا هبص على verb to be بس انا واخد بالي من كلمة زير. قلنا زير ار للمفرد، لكن زير ار للجمع وزير از للمفرد، يبقى انا ناخد بالي هنا بتكلم على a new student، طالب واحد جديد، يبقى ايه؟ زير از. بنتكلم على there is a new student in our class. طب بتكلم هنا عن ايه؟ عن 20 student in my class، 20 طالب، يبقى there are. يبقى هروح انا لايه؟ هروح لزير are. برافو عليك. how old are you؟ where are my case؟ what time is it؟ التايم بتاعنا ما هو الوقت، وقلنا الوقت يعد، قال لي لا الوقت ايه؟ لا يعد. بس في واحده بتقول لي مستر ملحوظ، انا شفت قبل كده كلمه اسمها times، صح، معناها مرات، اللي هي مفرد لكلمه time يعني مره. ما احنا قلنا بقى في قاعده بتقول اذا جمعناها يتغير معناها، يبقى time ابص عليها بمعنى مره، تيجي هنا times مرات. طب اللي بعدها it ايه؟ قال لي it is cold. طب اللي بعدها my mom and dad، انا وداد not at home this evening، يبقى هنا دي هتبقى are. برافو عليك. طب تعال توم and I، برضو هنا نبقى ايه؟ نبقى are in the same team. everybody in my class. بص بقى، قلنا everybody، هي every تدي معنى ايه؟ قال لي تاخد المفرد، يبقى هنا هتاخد مين؟ is. ركز معايا، everybody خدت ايه؟ is، وقلنا هناخد بالنا من الكلام ده. طب اللي بعدها your sister twins، يبقى هنا بيسألني are your sisters twins؟ ذكي تبقى are. طب اللي بعدها هنا نقط this ايه؟ this seat يعني المقعد free، المقعد free، set free، this set free. طب عايز اقول له هذا المقعد هل هو، يبقى is this set free. ناخد اللي بعدها I think math، انا اعتقد ان الرياضيات هنا تبقى is. طب why not you quiet today؟ يبقى الاجابه why ايه بقى؟ why are you؟ عشان بتكلم عن you. my best friend not from ايه؟ from Spain، يبقى هنا my best friend is. طبعا ادي الكي، الانسر كي بتاعنا بتاع يونت 1 لحد السؤال 45. يبقى الاجابات دايما بتبقى في اخر الجزئيه بتاعتنا. اول جزئيه دي كانت على فيرب تو بي، لما شرحنا ام وايز وار، خدنا النفي بتاعهم، خدنا على شكل سؤال. التدريب اهم من الشرح. براكتس براكتس براكتس، هتلاقي نفسك اتدربت كويس قوي قوي قوي، بقيت عارف كل حاجه. طيب تعالى انا وانت نبص على الجزئيه اللي بعد دي، تاني جزئيه عننا اللي هي الضمائر. انا خدت البروناونز وعرفت ان انا عندي الاي معناها انا، ولما احب احطها في الملكيه تبقى ماي، اليو تبقى يور، الهي هتبقى هيز، الشي هتبقى هير، الايت هتبقى ايتس، الوي هتبقى اور، والزي هتبقى ذير. طيب هنا اخد بالي، هو بيقول لي ان السبجكت بروناونز ضمائر الفاعل بتحل محل اسماء الفاعل. زي ما اقول لحضرتك مثلا كده، انا عايز اقول لك ان توم
is happy يبقى he is happy. he is happy عايدة على مين هي دي؟ عايدة على توم، وهكذا بقى. طيب تعالى انا وانت نبص على الاسئله سريعا، بس الموضوع عايز منك تركيز وركز معايا يا بطل. اول حاجه توم is my friend. توم is my friend. توم ده بقى هرمز له بايه؟ احنا لسه واخدينها هتبقى هي. برافو عليك. طب ماريا is at home space is watching TV. طب ماريا دي نرمز لها بايه؟ هنرمز لها بشي. حلو جدا. طب look at the dog يبقى the dog ده هنرمز له بايه؟ هنرمز له بإيت. طب سيم and I are friends احنا الاتنين نرمز لنفسنا بايه؟ عشان انا معاهم يبقى وي. طب this is not book عايز اقول الكتاب بتاعي انا ملكي. طب لما احب اقول ملكي اقولها ازاي؟ اقول my book. طب is this not pen is this your pen. طب David loves not dog يبقى هنا لا هيز لان عايد على مين؟ على ديفيد. كلبه هو يبقى ادي هيز عايده عليه. طب ايما loves not cat يبقى هير كات. تمام يبقى عايده على القطه بتاعتها هي. ذا دوج از ايه؟ از وينجينج يبقى هنا التيل ده عايد على الكلب نفسه يبقى ايه؟ هتبقى ايتس تيل يبقى ديل الكلب ده. طيب هنا بيقول لي وي. عايز بس اقول ملحوظه حضرتك، لو في كلمه زي دي انت ما تعرفهاش بنفتح حاجه اسمها القاموس، ووريتك في الباكج القاموس بتاعنا. يعني ازاي انا هجيب القاموس ده؟ مستر هفتح القاموس ادور على الكلمه اطلعها، اول ما الاقيها اروح كاتب جنبها ملحوظه واعلم عليها واقفل كده ميزت الكلمه. فالقاموس مهم جدا يا شباب انك تاخده PDF او تاخد القاموس يتبعت لك شحن. حاجات مهمه جدا لازم تبقى مع حضرتك. طيب لو جينا هنا we love not school احنا بنحب مدرستنا يبقى our عايده علينا نحن. طب the students do not homework every day الطالب او الطلبه بتعمل الواجب بتاعهم عايده عليهم هم يبقى الواجب ده the students do not يبقى بيعملوا الواجب بتاعهم. نقولها ازاي؟ تبقى their عايده عليهم. my parents love not garden يبقى البيرنتس هنا ابويا وامي بيحبوا ايه؟ بيحبوا their gardens. طب هنا نقط am I او am from London يبقى I am from London. بعدها are my classmate زميل الفصل يبقى هنا زي. اللي بعدها نقط is my brother يبقى الإجابة هنا هتبقى he is my brother. طب تعال نبص كده يبقى ده الاكسرسايز اللي بعده B. طب أنا and Tom are twins هما اتنين يبقى نقط look the same. عايز أقول على الاتنين look the same يبقى زي. I have a sister تبقى her name. طب we have a new teacher يبقى his name Mr. Green. This is my school تبقى it عايدة على المدرسة it is very big. طب you and Ben are late يبقى الإجابة هنا يبقى you need to hurry انت محتاج انت وبن are late متأخرين يبقى محتاجين نمشي بسرعة. you يعني انتم انتم محتاجين. that's not my bag يبقى it's a bag يبقى his bag. طب the bird build نقط nest يبقى البيرد ده بنى العش بتاعه او بيبني العش بتاعهم يبقى their birds جمع. طب اللي بعدها هنا نقط is a great singer I love her songs يبقى الإجابة هنا هتبقى ايه؟ تبقى she is a great singer هي مغنية أنا بحب أغانيها. my brother and I. طب the cat هنا تبقى الإجابة بتاعتك eats عايدة على القطة. طب excuse me is this تبقى your umbrella ومن ضمن الحاجات اللي عايزك تعرفها ان كلمة umbrella من الكلمات اللي بتاخد ان لان حرف اليو هنا ما تنطقش يو umbrella. طب came and I share a room الروم هنا تبقى برافو عليك جدا تبقى we share it with our sister too يبقى we. طب the player wear نقط team shorts يبقى there. I like space new phone I like my new phone الموبايل الجديد.
space is a good idea. تبقى الإجابة هنا it is a good idea، لأن الفكرة الجيدة تعتبر شيء غير عاقل. بتاخد مين يا شباب؟ ها، بتاخد it. تعال نشوف التدريب الثالث. في التدريب الثالث هنا بيقول لي my friends and and ايه بقى؟ my friends and I. طيب the company changed its. الشركة غيرت اللوجو، لوجو العلامة أو الشعار اللي هي مثلا بتحطه، يبقى الشركة غيرت الشعار اللوجو بتاعها its. طب سارة and Ben brought نقط Owen lunch to school، يبقى their. طب اللي بعدها نقط raining so take an umbrella، انا قلت لك بتاخد انا هان، يبقى الاجابه هنا هتبقى it's raining. the laptop is broken، يبقى هنا الاجابه هتبقى it's screen. طيب برافو عليك جدا جدا، يبقى هنا it is later صح. اللي بعدها برافو عليك قوي that is her book not mine. طيب هنا both team tired نقط the best in the final، يبقى الإجابة بتاعتك تبقى their best in the final، لازم يحاولوا يعملوا الأفضل. every student must bring، كل طالب لازم يحضر القلم بتاعه. يبقى هنا هنستخدم كلمة ايه؟ الستودنت هنا must bring their own pencil قلمهم، عشان بتكلم عن الستودنت كل طالب. طيب the bird flew back to نقط nest، يبقى it's. طب مايا is quiet but she. تعالى هنا the dog hurt نقط leg، يبقى الدوج eats، عايدة على الدوج. نقط هنا work hard so he always get good grades، يبقى هنا الإجابة بتاعت حضرتك هتبقى he works. طب بعد كده leave next to، وبمناسبة next to يعني بجوار، تمام، جانب، يبقى الإجابة بتاعت حضرتك هتبقى زي. هنا is that نقط، يبقى is that your. هنا برضو الإجابة بتاعت حضرتك برضو 45 سؤال على الفكرة الثانية، وهي الفكرة بتاعت البروناونز الضمائر. هنفضل ماشيين مع بعض فكرة بالجزئية دي حضرتك ستيب باي ستيب. هتاخد الفيديوز اللي خاصة بالجزئية دي تبقى عارف ايه التفاصيل بتاعت كل جزئية من الجزئيات دي. طيب تعال نبص على الجزئية اللي بعدها، وهنا هنبدأ ناخد الجزئية بتاعت this وذات، this وذوز، this وذات، this وذوز. بنتكلم على ان this هي أداة الإشارة اللي بنرمز ليها بالأشياء القريبة زي this is my pen أو that is your house. دي الحاجات اللي عايدة على الجزئية دي لو بتكلم على شيء قريب أو شيء بعيد. بس here أو there، خد بالك لما أقول لك إن الحاجة over there تبقى بعيدة، لما أقول لك it's here تبقى قريبة، عشان الألفاظ دي مهمة ولازم تبقى عارف. يلا بينا وتعالنا وأنت بقى حضرتك هطلب منك طلب. أنت حضرتك دايما هتسبق قبلية بالحل عشان نقدر نحل أسرع كمية وكمية كبيرة، فلازم تبقى أنت جاهز شوية في قراية السؤال قبلية. هنا نقط is my bag، عايز أقول إن دي الشنطة بتاعتي تبقى this. طب اللي بعدها يا شباب هنا هتبقى برافو عليك ذات، لأن بيقول لي over there، وأوفر there يعني بعيدة. اللي بعدها بتكلم عن الجامعة تبقى this. اللي بعدها هنا بتكلم عن الجامعة بس في السكاي بعيد تبقى زوس. اللي بعدها هنا برضو يا مستر بتكلم عن this. ابص على لوك ات نقطها، انا بص على الجبال البعيده، الجبال البعيده تبقى زوس. طيب ابص على اللي بعدها هنا البنسل، القلم ده يبقى برافو عليك يبقى زيس. هنا بيقول لي نقط ذا كات اوفر زير ان ماي داتس، يبقى الاجابه برضو هنا هتبقى بتكلم عن القطه بتاعته، هنا اوفر زير تبقى ذات. طب هنا بتكلم عن الابلز in my hand are fresh يبقى these. طب بتكلم can you see نقط clouds، السحب دي clouds تبقى بعيدة تبقى those. خلي بالك الكلاودز معناها السحب، والسحب بعيدة مش قريبة، far away بعيدة اهو، بعيد، تمام. طيب نقط is my classroom تبقى this.
بعد هنا مستر هبص الاقي نفسي بيكلمني عن التشوز هنا تو سمول يبقى this is is this your phone. طب are those. ليه those؟ عشان بيقول لي over there. طب هنا بيقول لي يا مستر in my friend يبقى هنا بيتكلم عن صديقه يبقى this. ده التمرين الاول سهل بسيط بيعتبر this وذات وذيس وذوس مهمين جدا لازم تبقى عارفهم. طيب تعالى انا وانت كده نبص على الاكسرسايز بي. is my house and that one over there. دايما برضو over there الاجابه بتاعت حضرتك المفروض تبقى بتتكلم عن that. I don't like that برضو لان over there. طب هنا بيقول لي نفس الفكره هتبقى those bag on my desk is heavy. طيب هنا الباج الشنطه دي on my desk لا مش تبقى those. مين يقول لي هتبقى ايه؟ برافو عليك، هنا الاجابه هتبقى this. يبقى this bag on my desk is heavy. الشنطه دي هو بيشاور على الشنطه القريبه لي. طب تعالى نبص على اللي بعدها. يبقى انا هنا معلش هرجع لحضراتكم، هو بيتكلم عن اوفر زير، دي مش هتبقى ذات، دي هتبقى زوس. برافو عليك، لان بتكلم عن جزئيه جمع اللي هو الشوز. طب اللي بعدها هنا الستودنتس الطلاب، يبقى الاجابه بتاعت حضرتك هنا هتبقى زوس. اكسكيوز مي ار برضه هتبقى زيس. طب هنا في 21 عندي هتبقى زيس. على I want to buy trainers in the window over there. over there تبقى حاجة بعيدة، تبقى زوس لأنه بيتكلم برضه عن جمع الترينرز. تمام، لازم حضرتك تبقى عارف ان هم مهمين جدا وعايزين بقى ايه حضرتك تبقى عارفهم كلهم. فهنا برضه this are delicious cookies. whose is this. اللي بعدها هنا بنتكلم عن الماونتينز تبقى زوس. can I borrow ممكن استلف من حضرتك، يبقى هنا هتبقى ذات. طيب اللي بعدها is a great singer I love it، الإجابة هتبقى this. هنا are my cousins in the photo، يبقى الإجابة بتاعت حضرتك بيتكلم عن الكوزنز في الصورة. السؤال رقم 28 هنا بنقول تبقى الإجابة عند حضرتك هتبقى this. do you like هنا برضه هتبقى this. I want هنا هتبقى that magazine. صح جدا. طب تعال نشوف exercise C. Not is the best pizza I have ever eaten. أنا ما أكلتش أحلى منها، يبقى this. Whose bikes are تبقى those. Outside I remember that summer. هنا بيقول لي يا مستر الإجابة هتبقى these photos، يبقى دي جمع. not days يبقى الإجابة these. Do you remember those days when we were little. هنا الإجابة اللي بعدها هتبقى يا شباب not is exactly what I want for my birthday، يبقى this. بعدها I can't decide between، مش قادر أميز ما بين this جمع two jackets on the break here. طب kinds of music always makes me happy، يبقى الإجابة this. look at those. هنا تبقى الإجابة بتاعتنا this is my favorite. بعد كده whose homework is إيه تبقى that. بعدها هنا تبقى those questions. طيب بص هنا not is my photo of my family taken last، يبقى الإجابة هنا هتبقى of my photo اتاخدت last year. لو انت بصيت على last year الإجابة هنا هتبقى this. بعد كده هنا choose right here next to me are mine، يبقى الإجابة هتبقى this. وبكده يبقى انت خلصت التمرين الثالث في الجزئية دي، وبرده 45 سؤال. سيبك تاخد نفسك وتبدأ تجهز لي عشان ناخد الجزئية الأكبر على البريزنت سيمبل، ودي الأسئلة الأضخم. استعين بالله وقابلكم في الجزئية الجاية على خير. أخوك محمد القاضي هيساعدك، ما تقلقش.